السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة بقت موجودة في كل العربيات الحديثة، بس كتير مننا لما بيسمع الأسماء دي بيقول إيه ده؟ ABS، ABD، ESP، Ambient Light، Head Up Display وغيرها كتير، ويحس إنه مش فاهم حاجة خالص. في الفيديو ده هنشرح كل المصطلحات دي بطريقة بسيطة جدا زي ما بنتكلم مع بعض في البيت. هتعرف بالظبط اسم كل نظام بالإنجليزي، اختصاره ايه ومعناه بالعربي ووظيفته ايه بالتفصيل. يلا نبدأ. ولو انت اول مرة تشوفني، انا محمود رمضان. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة دلوقتي عشان يوصلك كل فيديو جديد. هنبدأ أول حاجة بأنظمة السلامة والفرامل لأنها أهم جزء في أي عربية. أول نظام بنسمعه كتير هو نظام ال ABS، اختصار لأنتي لوك بريكنج سيستم، واللي معناه بالعربي نظام الفرامل المانعة للانغلاق. تخيل معايا الموقف ده: أنت بتسوق بسرعة على أسفلت مبلول أو رمل، وفجأة حصل قدامك موقف طارئ فدوست على الفرامل بقوة شديدة. في الظروف العادية العجلة هتقفل تماما والعربية هتتزحلق وأنت مش قادر توجهها خالص، لكن النظام ال ABS بيمنع العجلة من القفل نهائيا. بيضغط ويفتح الفرامل بسرعة خيالية 15 أو 20 مرة في الثانية الواحدة عشان العجلة تفضل تدور وانت لسه قادر توجه العربية وتوقفها بأمان تام. وبيشتغل معاه مباشرة نظام مهم جدا اسمه EBD، اختصار لإلكترونيك بريك فورس ديستريبيوشن، واللي معناه بالعربي التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل. النظام ده بيوزع قوة الفرامل على العجل الأربعة بشكل ذكي جدا حسب حمولة العربية وتوزيع الوزن فيها. لو العربية محملة أكتر من ورا هيدي قوة الفرامل أكبر للعجلة الخلفية، ولو في ركاب كتير قدام هيركز أكتر على العجلة الأمامية. النتيجة توقف في مسافة أقصر مع ثبات أعلى وأمان أكبر. وبيشتغل معاهم كمان نظام مهم جدا اسمه EBA، اختصار لإلكترونيك بريك أسيست، واللي معناه بالعربي مساعد الفرامل الإلكتروني في حالات الطوارئ. كتير مننا لما بنخاف أو بنتوتر في موقف طارئ مفاجئ بنضغط على الفرامل لكن مش بنضغط بقوة كافية. النظام ده بيحس فورا إنك في حالة طوارئ وبيكمل الضغط لوحده بقوة قصوى عشان يساعدك توقف العربية في أقصر مسافة ممكن. دلوقتي نيجي لنظام أهم بكتير وهو نظام ال ESP أو ال ESC، اختصار ل Electronic Stability Program أو Electronic Stability Control، واللي معناه بالعربي نظام الثبات الإلكتروني. ده من أقوى أنظمة السلامة اللي بتحميك أنت والركاب. لو العربية بدأت تتزحلق أو تخرج عن الطريق في منعطف سريع أو على أرض زلقة، النظام ده بيحس فورا بالانزلاق وبيفرمل عجلة معينة أو يقلل السرعة شوية عشان يرجع العربية للطريق بسرعة وبدون ما تفقد السيطرة خالص. وبعد كده في نظام مهم جدا اسمه TCS، اختصار لتراكشن كنترول سيستم، واللي معناه بالعربي نظام التحكم في الجر. لما تكون بتطلع من مكان مزحلق او بتدوس على دواسة البنزين بقوة شديدة العجل ممكن يدور في مكانه بدون ما العربية تتحرك خالص. النظام ده بيحس بالدوران ده فورا وبيقلل القوة او يفرمل العجلة اللي بتلف على الفاضي عشان العربية تتحرك بسلاسة وثبات اكبر. وبعد كده من الانظمة الحديثة جدا اللي بقت موجودة في معظم العربيات الجديدة نظام اسمه AEB، اختصار لأوتوماتيك Emergency Braking، واللي معناه بالعربي الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ. النظام ده بيستخدم كاميرات ورادار وبيحس لو في عربية أو إنسان أو حتى حيوان قدامك وأنت مش واخد بالك. لو التصادم هيحصل بيفرمل لوحده بقوة قصوى حتى لو أنت مش دايس على الفرامل أصلا. كمان في مجموعة متكاملة من الأنظمة المساعدة في القيادة بنسميها ADAS، اختصار لأدفانس درايف أسيستنت سيستم، واللي معناها بالعربي أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق. الأنظمة دي بتشتغل مع بعض عشان تخلي القيادة أأمن وأريح بكتير، وأهمها تحذير الخروج عن المسار، بيحذرك بصوت أو اهتزاز في الدركسيون لو أنت خارج عن الخطوط بدون ما تعمل إشارة. ومساعد الحفاظ على المسار، بيساعد يرجع العربية للمسار لوحدها بهدوء. وتحذير النقطة العامية، لمبة صغيرة في المراية بتنور لو في عربية جنبك في المنطقة اللي أنت مش شايفها. ونظام التحكم التكيفي في السرعة، بيحافظ على مسافة أمان مع العربية اللي قدامك تلقائيا، بيبطئ ويسرع معاها لوحدها وبدون ما تدوس بنزين أو فرامل. وأنظمة إضافية مهمة برضو زي نظام TPMS، اختصار ل Tire Pressure Monitoring System، واللي معناها بالعربي نظام مراقبة ضغط الإطارات. النظام ده بيحذرك فورا لو أي كاوتش فيه نقص هواء. كمان في كاميرا 360 درجة اللي بتوريك صورة كاملة حوالين العربية لما تركن أو تتحرك في أماكن ضيقة. وأخيرا الوسائد الهوائية أو الإيرباجز اللي بقت موجودة في كل مكان دلوقتي، أمامية وجانبية وستائرية عشان تحميك من أي تصادم. كده خلصنا جزء السلامة. نيجي بقى للجانب الممتع وهو أنظمة الترفيه والراحة اللي
بتخلي ركوبة العربية متعة. أول حاجة بنشوفها دلوقتي هي الإضاءة المحيطية أو ambient lights، واللي معناها بالعربي الإضاءة المحيطية. دي إضاءة LED ملونة داخل العربية، بتغير لونها زي ما تحب، بتخلي جو العربية هادي وأنيق وجميل خاصة بالليل. بعض العربيات بتغير اللون حسب المود اللي انت فيه أو حتى حسب نوع الموسيقى اللي بتسمعها. وبعد كده في حاجة شيك جدا اسمها HUD، اختصار لهيد اب ديسبلاي، واللي معناها بالعربي شاشة العرض على زجاج. دي بتعرض السرعة واتجاهات الطريق وتحذيرات الأمان مباشرة على الإزاز الأمامي في مستوى عينك، يعني مش محتاج تنزل عينك على العداد أبدا، كل المعلومات قدامك وانت مركز في الطريق 100%. كمان دلوقتي معظم العربيات فيها ديجيتال انسترومنت كلاستر، واللي معناها بالعربي لوحة العدادات الرقمية بدل العدادات التقليدية. عندك شاشة كبيرة تقدر تغير شكلها حسب ذوقك، تصميم رياضي أو كلاسيكي أو اقتصادي. وبالنسبة للتليفون في أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، واللي معناه بالعربي ربط التليفون بالعربية. تربط تليفونك بالعربية سواء سلك أو لاسلكي، وكل حاجة في تليفونك تظهر على شاشة العربية، الخرائط والموسيقى والواتساب والرسائل وكل حاجة بتشتغل بأمان وانت مركز في الطريق. وفي كمان أنظمة راحة كتير زي بوش بوتون ستارت أو كيليس انتري، واللي معناها الدخول بدون مفتاح وتشغيل بزر واحد. مجرد ما تقرب من العربية ومفتاحك في جيبك العربية تفتح لوحدها. وفي زرار جوه العربية لو دوست عليه العربية بتشتغل بدون مفتاح وبدون ما تطلع المفتاح من جيبك. والسقف البانوراما الزجاجي الكبير اللي بيخلي العربية مفتوحة ومليانة نور. والتكييف الدول زون أو متعدد المناطق اللي كل راكب بيتحكم في درجة حرارته لوحده. وأخيرا الوايرلس تشارجر أو الشحن اللاسلكي اللي ممكن تحط تليفونك على الكونسولة الوسطية وهو بيشحن بدون أي سلك. كده احنا خلصنا شرح كل المصطلحات اللي بنسمعها دلوقتي في العربيات الحديثة. كل نظام من دول بيخلي قيادتك أكثر أمانا وراحة ومتعة. لكن حتى لو عربيتك مليانة أنظمة أمان أنت لسه المسؤول الأول. ركز في الطريق واحترم السرعة وخلي دايما مسافة أمان. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس واكتب لي في الكومنتات أي مصطلح عايزني أشرحه أكتر في الفيديو الجاي. سلام.